اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. لما نكون عايزين ناكل حاجة حلوة وتكون هي موجودة في السوق وكتيرة جدا، ما نسيبهاش، لازم نجيبها ونعمل منها أحلى وصفتين لولادنا، قيمة غذائية عالية وفي نفس الوقت رخيصة وفي متناول الجميع. ده الاتنين كيلو منها ب10 جنيه. الحاجة الوحيدة اللي رخيصة في السوق يا جماعة. هعمل لكم منها أحلى وصفتين، سهلة وسريعة ورخيصة وفي متناول الجميع وفي نفس الوقت قيمة غذائية عالية. تعالوا بقى ندخل مطبخ الرضا، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملت ايه وايه هي الوصفات اللي بتتكلم عنها. اول حاجة طبعا البطاطا، كلنا متفقين البطاطا في السوق كتيرة جدا، وفي نفس الوقت رخيصة، يعني مش غالية. فطبعا انا رحت بسرعة جبت 2 كيلو من البطاطا وبدأت غسلتهم كويس جدا وقشرتهم زي ما انتم شايفين. ويا ريت البطاطا تكون معانا سميكة، يعني تكون مش رفيعة، تكون تخينة شوية. طبعا قشرتهم زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. انا قسمت البطاطا ال 2 كيلو، قسمتهم على نصين، نص هعمل بيه وصفه والنص التاني هعمل بيه وصفه تانية خالص. بس طبعا يعني ممكن اسلقهم كلهم مع بعض وارجع بعد كده بعد السليق، يعني اقسمهم بقى بعد السليق عشان ما اسلقش ده لوحده واسلق ده لوحده، لان الوصفتين بيتسلقوا. طبعا بدات اقطعهم زي ما انتم شايفين كده. ويا ريت الشرايح وانت بتقطعيها تكون تقطيع رفيع، ما تقطعيش التقطيع الكبير قوي، علشان ان انا عايزاها تتسلق معايا بسرعه جدا. خلاص بقى قطعت البطاطا، وبعد ما قطعتها الحلقات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، هجيب بقى احط لها ايه بقى عشان انا عايزاها تستوي بسرعه. طبعا احطها، عايزه عليها كوبايه من الميه واحط لها كمان كوبايه من السكر او نص كوبايه. السكر ده انا هسيبه حسب راحتك انتي وحسب، عشان في ناس ما بتحبش السكر العالي. بس هي الكوبايه الميه وكيلو السكر هما مناسبين معاها جدا. وطبعا هاخدها زي ما هي كده، هرفعها على النار لحد ما تستوي معايا خالص. طبعا هنا كانت خلاص استوت معايا وتمام زي الفل معايا. بعد كده جبت الهراسه بتاعتي وبدات بقى لما عرفت ان هي استوت تمام. انا دلوقتي بهرسها ليه؟ عشان انا هعمل منها الوصفتين مسلوق. لو انت مش هتعملي منها الوصفتين مسلوق مش هتهرسيها خالص، وكنت هتضربيها في الخلاط على طول الوصفه الاولانيه. عشان ما شتتش تفكيركم، انا كده خلاص هرستها وهبدا بقى ان انا اقسم الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هقسم الكميه نصين، النص الاولاني هعمل بيه حاجه والنص التاني هشيله وهعمل بيه حاجه تانية خالص. جبت بقى طبعا معايا الصينيه بتاعتي وبدات كده ايه ان انا هبدا الوصفه اللي هي الاولانيه، اللي هي هتكون البطاطا بالبشاميل. طبعا البطاطا بالبشاميل دي جربيها، صدقيني اولادك هيحبوها جدا جدا، بدل المشوي وبدل المسلوق. حاجه قيمه غذائيه عاليه جدا وجميله وفي نفس الوقت ما بتاخدش اي وقت. جبت اي صينيه عندك عايزه تعملي فيها، اي اطباق عندك عايزه تحطيها اي حاجه تدخل الفرن ان هي تاخد وش بس. طبعا انا جبت بقى الحراري، صينيه الحراري بتاعتي، ودهنتها سمنه زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها جزء من البطاطا وركنتها على جنب. وهروح بقى بسرعه بسرعه اعمل البشاميل اللي هحطه على الوش. طيب البشاميل ازاي؟ البشاميل الحادق هو البشاميل اللي هو المسكر او الحلو. البشاميل الحلو اللي هو برضو حطيت معلقتين من السمنه، حطيت عليهم معلقتين من الدقيق، هبدا اقلبهم. اول ما يصفروا معايا هنزل عليهم على طول باللبن. طبعا كوبايه لبن، كوبايتين لبن على حسب ما انت عايزه. طبعا هنا كنت انا عامله حاطه كوبايتين من اللبن وبدات بالتقليب المستمر زي ما انتم شايفين اهو. حاجة وصفة سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش معانا اي مجهود خالص، وفي نفس الوقت بجد حلوة وهنفرح بيها اولادنا. ونستفاد بقى من البطاطا بكل انواع. ما تعمليش المشوي بس، ما تعمليش اللي هو المسلوق بس، لا شكلي فيها. صدقيني طعم البطاطا بالبشاميل دي يعني هتوديكي في حتة تانية. بدأت بعد كده هجيب لها كوباية من السكر، لان احنا كلنا متفقين ان البطاطا الصفرا ما بتكونش مسكرة قوي. ممكن البطاطا البيضة بتكون مسكرة شوية، انما الصفرا بيكون يعني بتكون ضعيفة السكر شوية. حطيت كوباية زي ما انتم شايفين كده من السكر وبدأت بالتقليب. بقى عندك بقى يعني عايزة تحطي قشطة حطي، لو عايزة تزودي القيمة الغذائية، عايزة تحطي كريمة لباني حطي، اللي انت عايزة تحطيه وتزودي بيه القيمة الغذائية بتاعتك حطيه. طبعا انا استكفيت قوي لان كده الدنيا هتبقى باظت خالص، يعني مفيش دايت بعد اليوم، بعد الفيديو ده مفيش دايت.
بدأنا بقى طبعا كده بالتقليب المستمر، السكر مع اللبن مع الدقيق مع السمنة بتاعتنا، وبدأنا بالتقليب المستمر لحد القوام بتاعي ما يتقل خالص. اول القوام بقى بتاعي ما يتقل كده، هبدأ اجيب كيس من الفانيليا واحطه، طبعا عشان الفانيليا دايما لو اتحطت في الاول الريحة بتبقى مش الريحة بتاعتها بتروح، فاحنا بنحطها في الاخر خالص. خلاص القوام بقى بتاعي كده بقى تمام، ولقيته تقيل زي ما انتم شايفين، مش عايزين برضو تقيل قوي عشان ما يشققش منك في الفرن، لا احنا عايزين القوام اللي هو يكون كريمي. وجبته بقى على الصينيه كده من على الوش، ودي طبعا كانت الوصفه الاولى، وهبدا اساوي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، هي من دلوقتي هتتاكل. طبعا هي مش هتاخد بالظبط معاكي 10 دقايق في الفرن، هتاخد وش بس، ما تشغليش الفرن من تحت خالص، احنا عايزين الوش بس لان هي كلها مستويه، احنا بس عايزين ندي لون للبشاميل من فوق مش اكتر. طبعا انا مشغله الفرن دلوقتي بحيث ان هو احطها على طول على الشبكه تحت الشوايه على طول بالظبط 10 دقايق او 5 دقايق حسب الفرن بتاعك وسخونته، وهخرجها. هنا كانت بسم الله ما شاء الله معايا تمام واستوت وبقت زي الفل، زي ما انتم شايفين الشكل شاهي والطعم كان والله ولا اروع. اتفضلوا معانا بقى. دي كانت الوصفه الاولى بتاعتنا، تعالوا بقى بسرعه نروح للوصفه التانيه. الوصفة التانية بتاعتنا هنعملها بالكريم كراميل، صدقوني هتعجبكم جدا جدا والله بجد يا جماعة، الوصفتين احلى من بعض. جبت كيسين من الكريم كراميل، طبعا الكريم كراميل ده بيتباع في السوبر ماركت، تقريبا الكيس بيعمل 15 جنيه. طبعا خدت الجزء التاني اللي انا كنت شايلاه على جنب من البطاطا وحطيته في الحلة زي ما انتم شايفينه كده، وبدأت بقى هنزل عليه باللبن، حطيت عليه 4 كوبايات من اللبن وهبدأ اقلبه كده. وطبعا هنزل عليه بكيسين الكريم كراميل، طبعا الكيسين الكريم الكراميل دول اول ما هنرفعهم على النار هيبداوا بقى كده. هركن العسل بتاع الكريم كراميل على جنب خالص دلوقتي لان انا هحتاجه برده في اواخر الوصفه، بس هنزل دلوقتي بالبودره بتاع الكريم كراميل وهقلب برده زي ما انتم شايفين. يبقى اول حاجه كده جبت الجزء التاني من البطاطا، حطيت عليه 4 كوبايات من اللبن لان هو طبعا المقدار ما شاء الله كبير، وحطيت عليه كيسين من الكريم كراميل، وهحط عليه كيسين من الفانيليا وكوبايه من السكر. هقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه كده، وهجيب الخلاط بتاعي، لو عندك هاند بلندر يبقى اضربيه بالهاند بلندر بس علشان كله يتقلب في بعضه. طبعا هو ما شاء الله عليه كريمي وجميل لان احنا طبعا كنا هرسين البطاطا كلها مع بعضها، بس طبعا انا عايزاه يعني تكون ناعمه جدا. فهاخد بقى كده، انا طبعا ما عنديش هاند بلندر فجبت الخلاط، هاخده طبعا، والخلاط هو متناول الجميع فدايما بنحب نعمل في الحاجات السهله، وهبدا اضربه كله بقى في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وانعمه تنعيم يعني انعمه جدا، عايزاه يكون ناعم ما يكونش فيه اي تكتلات خالص، لان بعد كده هاخد معايا كل الكميه دي وهرفعها تاني على النار، فانا عايزاها ناعمه زي ما انتم شايفين كده. صدقوني وصفه الكريم كراميل دي هتعجبك جدا جدا، وهتحبي دايما تعمليها لانها سهله وجميله وخفيفه، وكمان بالذات لو عندك اطفال يعني لسه كده في الاول ما بيعرفوش ياكلوا كويس، فهي سهله الهضم جدا. وفي نفس الوقت ان يقدر اي طفل ياكلها، زي المهلبيه اللي بنعملها لهم سهله وجميله. كنت خلاص خلصت الكميه كلها وضربتها كلها في الخلاط، هاخدها بقى زي ما هي كده بعد ما قلبتها، شايفين القوام بتاعها جميل وكريمي وحلو ازاي، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي تكتلات خالص، سهله جدا للاطفال وطبعا لكبار السن. نزلت عليها كده بمعلقه حلو، معلقه سمنه بلدي كده حلوه كده، او مكعب من الزبده اللي عندك حطيه، وبدات اقلب كده. وطبعا وانتي بتقلبي كده القوام معاكي هيتقل طبعا علشان الكراميل الكريم كراميل اللي احنا حاطينه. اول بقى ما تحسي ان القوام عندك تقيل خالص والدنيا معاكي بقت تمام، انت هتحسي بالقوام بتاعك وانت بتقلبي، هترفعيها من على النار خالص بالظبط ما فيش بتاع يعني 10 دقايق وهتلاقي القوام معاكي تقيل لوحده. وصفتين جمال والاتنين احلى من بعض واسهل واسرع، ما بياخدوش اي وقت خالص، في نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه لاولادنا، وفي نفس الوقت لينا احنا كمان، وحاجه سهله وبسيطه ورخيصه كمان، مش هتتكلف معانا، مش هتاخد معانا يعني لا مكالفها عاليه ولا مجهود كمان يتعبنا. اول بقى ما خلاص كده احس ان القوام معايا تقيل، هبدا بقى اجهز نفسي كده علشان هروح اكمل باقي الوصفه، هنكمل باقي الوصفه مع بعض. زي ما انتم شايفين هي كده بدأت تعمل فقاعات كده من الجنب خلاص، فهي كده تمام. سبتها بقى لما بردت تماما تماما، وبعد ما بردت زي ما انتم شايفين القوام بتاعها تقيل خالص. جبت بقى العسل بتاع الكراميل بتاعي، انا يمكن زودته شويه، زودت الكراميل اللي هو العسل ده شويه يعني،
كان عندي كده وحطيت ده على ده وكملت الاتنين مع بعض عشان انا بحب الكراميل بتاعه يكون كتير شويه. وجبت الاطباق دي بقى، عندك اطباق من دي ماشي، عايزه تحطيها في حراري ماشي، في صينيه في الفرن العادي ماشي، اللي عندك استعمليه مفيش اي مشكله. طبعا انا كانت عندي الاطباق دي موجوده فحبيت ان انا اعملها بشكل تاني معاكم مختلف. بدات بقى اجيب الاطباق بتاعتي زي ما انتم شايفين كده وارص فيها الكميه اللي انا عايزاها، احط فيها الكميه اللي انا عايزاها. حطيت الكراميل تحت وبدات احط عليه البطاطا من فوق. طبعا هي قوامها كان خلاص تقل وكانت زي الفل. طبعا وانتي بتحطي كده بتساوي الدنيا معاكي علشان خاطر تبقى كلها قوامها متساوي. خلصتهم بقى وما شاء الله عملوا معايا 4 اطباق زي ما انتم شايفين حلوين اهو. هبدا اسوي كده الوش بتاعهم خالص وانضف الدنيا بتاعتي. وبعد كده هحط عليهم بقى سكر من البودره، لو عندك سكر بودره هتحطي سكر البودره عشان بس ندي لون حلو، اللون اللي هو الذهبي الحلو ده ليهم. عايزه تحطي عليهم قشطه من فوق وعندك حطي، اللي عندك حطي. بس انا كان عندي سكر بودره فحبيت ان انا احط عليهم رشه من سكر البودره كده، حاجه بس تديه ايه، تديني اللون اللي هو الذهبي الجميل. طبعا كالعادة احنا قلنا كل حاجة مستوية، هدخلهم تحت الشواية بالظبط مفيش 5 دقايق، هياخدوا بس اللون وهروح مخرجاهم على طول. ونبقى كده عملنا الوصفتين بتوعنا الاتنين بصراحة تحفة. اهم حاجة النظافة زي ما احنا دايما متكلمين وقايلين. على فكرة انا يمكن الفيديو هنا انا كنت عاملة ده لوحده وده لوحده، بس طبعا حسيت ان هم الوصفتين مش مستاهلين ان انا اقسمهم، فقلت لا انا هعمل لكم الوصفتين مع بعض. بدأت زي ما انتم شايفين كانت طلعت ما شاء الله عليها من الفرن، طلع تحفة تحفة وجميلة والله. يمكن الكاميرا كمان ظلماها، هي طالعة بجد جميلة جدا. شايفين يا سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي، يسلموا الايادي الحلوة يا ام احمد. والله البطاطا دي جميلة قوي، تستاهل من ايديكم الحلوة احلى لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.